حرامية. شكرا جزيلا. عزيز يا ابن سمين. لو صرت وزير النفط تصبغ غرفتنا لو هم ما يجوز شرعا. يعني من ابوك اصبغ لك غرفتك من راتبي انطيك، بس مو راح اجيب لك، مو مال ابويا اذا اصير وزير النفط خومه مالتك. لا تسمع، لا مو انت تقول شرعا لا يجوز. انا واغادي طبعا لا يجوز. لا هو هذا خوف، هذا موضوع اخر. بعدك انت مصر على انه شرعا لا يجوز. نعم. لا ما غيرت نفس الرأي. ليش والله شرعا لا يجوز؟ انا اقول لك ليش حبيبي. ليش؟ انت ليش؟ صاحب الغرفة انسان نزيه طيب اصيل من عائلة طيبة، خليها على صفحة منتهي من عنده. هاي الغرفة، هذا الشخص الكريم الطيب اللي الان شايل ايده وده يحكي، اللي اسمه طالب العواد، كله خير وبركة. الله يخليك، الله يرحم والديك، الله يعزك. بس اكو اشكالات تجي. خلي احكيك يا بصراحة. قسم يمدحون الصهاينة، قسم يمدحون لك داعش. مو يجي هذا شو اسمه ابو بكر البغدادي يحكي على هاي التفجيرات، يقول هذه التترس بالمدنيين يجوز. هذا يقعد يحكي نص ساعة على المايك. ما يجوز هذا عزيزي. يمدح الداعش ويبرر الجرائم. يقول لا يجوز شرعا. ايه بالضبط على الاساس انه ناس. ليش هذول اللي عندهم قنوات الفضائية القواويد اللي كلهم بالحكومة، هذول هذول رواتبهم بشرعية، هذول النغولة اللي باقين العراق، هذول شرعيين. احسنت. هم مجرد. انا احكي لك انت سألتني ما عندهم شرعية حبيبي. السيستاني ابو الشرعية. ليش السيستاني ابو الشرعية ما يقول طلعوا عليهم وذبحوهم؟ كل هذا موضوع اخر، لا تدخلنا بدرب. لا تدخلني موضوع اخر. لا موضوع اخر. ليش السيستاني ما ينطي فتوى ضد ذولا؟ يقول اطلعوا ذولا قواويد الاسمهم جيبوهم بالسجن، خلينا نحاسبهم. ايش معنى ابن سمينه يجي واحد يحكي بالغرفه صارت مو شرعيه؟ ابن سمينه حتى الملائي واحد انا منغل مدبس مطبغ مدبغ تحكي وياي انت؟ حشاك الله يخليك. لا تحكي لي حكي لا يجوز شرعا. زين اذا ما يجوز شرعا انت ليش تجي هنا تحكي؟ وحرام عليك تجي بغرفه غير شرعيه وتحكي. فهمني، صار لك 10 سنوات تجرش حكي دائما. ليش انت انا باي مكان انت تحكي باي مكان؟ تقول لك غرفه شرعيه يا دكتور. انت من تسال هذا الدكتاتور يسال ويجاوب ما يخلي لا جواب. هذا سؤال كان ليش انت سؤال كمل دا جاوبه تحكي بيها. هل يجوز فد شيء مو شرعي تروح تقعد بيه بحمام على 10 نقاط راعيه حرامي؟ شلون تروح بالحمام؟ اكل على 10 نقاط يذبح زمايل شو راح تاكل؟ شوفوا ايش يسال عزيزي. انت تخش المطعم مو شرعي بكل شيء، مو شرعي. غرفه خليني اجاوبك. يفرع بيها او يساعد الروم نفس الشيء مثل لحم الخنزير. خليني اجاوبك انا خلصت. ادري خلصت. لا خلص يلا كمل. لا ما خلص. احكي يقول لك كمل. يقول احكي. اشكرك اذا تريد تضوجني انا ما احكي لك الصدق. ما جاملك. ادري ليش تضوجني؟ ادري ذيك انا حتى انت لعد ليش غرفه مو شرعيه وتحكي بيها؟ جاوبني على هذا السؤال. مو شرعيه يا اخي شلون تحكي بيها؟ اكو فرق. ادري ما تسال. لم يا عمي انا ما احكي للدكتور. انتوا اسمعوا. يقول لي الغرفه مو شرعيه لان فلان يجي يحكي بس هو دائما موجود يحكي. الطم على راسي يا ناس والله ما اقدر احكي، قلبي يوجعني. خلي انزل. قلبك انزل خلي اجاوبك. خلي اجاوبك. اولا اكو فرق بين غرفة شرعية وبين لا شرعية التبرع. اكو فرق. عرفت؟ القنوات اللي قلتها مال الساسة، ساسة الشيعة وساسة السنة وساسة كلها حرام. عيني دكتور ايمن عيني الله يخليك. انت تضرب ال10 فلوس طلقة لا تتحجج. يلا كمل. على كل هذه شغلة انا اقدرها مو انت تقدرها. عرفت؟ انا اقدرها مو انت تقدرها. سألتني على القنوات مال الساسة العراقيين كلها بوك. ماكو ساسة نعرفهم كلهم، شيعتهم وسنتهم وكردهم. حتى اكثرهم كانوا عطالة بطالة. ما عندهم فلس
من كبيرهم لصغير. ويدري الاخ الاستاذ طالب العواد خبر الرجال هو موجود، عاش بسوريا، قسم عاشوا على عطاءات النظام السوري، قسم عاشوا على عطاءات النظام الايراني، قسم عاشوا على عطاءات النظام السعودي، الى ما عندهم موضوع. اذا هاي قنواتهم وغيرها كلها بوك، ما مختلفين عليها، وحتى هم حرامية. هذا يختلف عن انت هاي غرفتك اللي تمثلها، انت اولا حشاك مو حب هاي الغرفة وما تستفاد، انت اذا تخسر ما تستفاد، هذولاك يربحون. فماكو مقارنة، لا تجيبني على قنوات ذولاك. هذه البكان اللي يجي يحكي بيه ابو بكر البغدادي بالانجليزي، وان يعرف الناس يعرفون، يسموها بلاتفورم، اي منطلق لكلام شخصيات خطيرة مجرمة مثل ابو بكر البغدادي. يقعد يحكي نص ساعة، هذا النص ساعة دا يستفاد من عنده هو، المجرمين اللي وياه دا يستفادون، دا يتم ترويج لهم. يقعد يحكي، حتى سألوه على عمليات تفجيرات، قال ايه هاي اعتيادية ما بيها شيء، لانه ذولا متترسين بجيش الكافر. الرجال دا يمشي بالشارع وين متترس، ما له علاقة لا بالدولة. والعالم العراقيين 3/4 يسبون النظام في العراق، 3/4 شيعة وسنة وكراد، على اساس تحسب تاع النظام. فيقعد يحكي ويعدد لك القتل وغيره وغيره. هذا يجعل كأنما اللي يمول الغرفة راح يمول ذوله، راح ينطيهم مجال ان يحجون، وهذا بإشكال. اما الغرفة شوف تقتصر على هالوجه الطيب، تقتصر على كثير من هاي الاسماء الطيبة، اكثر هاي الاسماء انا اقدر اقول لك 90% هي اسماء طيبة ونبيلة، ذاك بحث اخر. تصبح غرفة يعني ما بها اي اشكال، تدري باللغة مالتنا اشكال يعني ما عليها اي علامة استفهام. هذا هو وجهة نظري. اما اذا عندك راي اخر تريدني اطلع من الغرفة، ما عندي مانع عزيزي ابن سمينة، عرفت، ما عندي مانع، اقول لي اطلع ما مشكلة. شكرا جزيلا. لا يا عمي، شوف باوع، انا صار قبل 10 سنين 6 سنين 7 سنين انت قلت الغرفة غير شرعية، انا ما اتبرع للغرفة. ردت اسألك سؤال، ردت اشوف انه مغير رأيك لو ما مغير رأيك، بعدك مصر، بس انا اقول لك انت ما تعترف بالشرعية، انت تضرب العشر فلوس طلقة الداخل وما حد يطردك. ابن عزيزي، لا واحد ما يقدر يطردك من الغرفة. عزيزي هاي اعتبرها اهانة، ما اقبلها دائما انا دافع عنك هنا. الله يعزك الله يعزك، انا اعتبرها اهانة مو صحيحة. ما تضرب، انت ما تعرفني انا والله يابا، تضرب العشر فلوس طلقة وحق القرآن تتعامل وياي على صدر محمد، انت متعامل وياي يا ابو، انت متعامل وياي يا ابن سمين. عندنا وحدة بالعراق محتاجة تطيها تتبرع عليها. انت اول تسألني كم واحد انا اذا ساعد حتى تروح تجيب، اكو مليون واحد بالعراق محتاج، مو بس هذه. اسألني كم واحد دا اساعد انا، ايش قد ساعدت انا؟ لا خلاص ثبت عيد يا جماعة. شفت يضرب العشر فلوس طلقة، خو 1000 واحد دا ساعد، خلي يصير 1000 واحد. ياهو انت تجي عندك واحد غيرك عنده واحد، وما احب واحد يجي يختبرني يا ابو احمد. الاختبار هذا شوية نوع من الاهانة.